حلقة النهاردة هنعرف مع بعض هل صناعة المحتوى سهلة ولا لا. قبل ما نبدأ متنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة. هل صناعة المحتوى سهلة؟ لا، دي الإجابة المختصرة، لأن في ناس كتير مفكرين إن صناعة المحتوى عبارة عن إنك بتسجل فيديو وبتسجل فيديو وخلاص، على كده الفيديو تم تسجيله وكده أنت بقيت صانع محتوى. بس الحقيقة غير كده خالص. علشان تعمل فيديو لازم تجيب فكرة للفيديو وتشوف هل الفكرة دي مطلوبة ولا لأ، وتبدأ تعمل ليها عنوان وتكتب لها سكريبت وتعمل صورة مصغرة للفيديو اللي انت ترفعه، وتبدأ تظبط وصف الفيديو والكلمات المفتاحية والهاشتاج، وتبدأ تسجل الفيديو وتصوره، وحتة برضو انك بتظبط الكادر والكلام ده. وطبعا عملنا فيديو قبل كده ازاي تصور اول فيديو ليك على اليوتيوب، تقدر تشوفه هتلاقيه في قائمة التشغيل الموجودة على القناة عندنا. وعندنا برضو فيديوهات ازاي تظبط الإضاءة والصوت والكلام ده كله، تلاقوه في قائمة التشغيل الموجودة على القناة. بعد ما بتخلص تسجيل الفيديو بنخش بقى على مرحلة المونتاج، تقعد تقص الحاجات اللي انت مش عايزها تكون في الفيديو، وتضيف بقى كرومات ومؤثرات صوتية، تعمل جرافيك لو انت بتعمل كده في الفيديو. كل ده هنعمله وهنعلمه لكم في فيديوهات جاية، فتأكد انك مشترك في القناة عشان لما نعمل فيديو يوصلك اشعار ان الفيديو اترفع على القناة وتشوفه. فصناعة المحتوى مش بالسهولة اللي الناس متخيلينها، بس لو انت اتقنت الموضوع وعرفت تنظم وقتك صح هتعرف تعمل فيديوهات في اسرع وقت وبأعلى جودة ممكنة. فلما تشوف فيديو على اليوتيوب لصانع محتوى مبتدئ حاول تشجعه، لان هو بيتعب في صناعة المحتوى وفي الحاجات اللي احنا ذكرناها في الفيديو. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك شعار بالفيديوهات الجديدة.